السلام عليكم. من احلى بقى والذ انواع الصوصات كده اللي مفيش غنى عنها في اي بيت هو الكاتشب. هنعمله النهارده بطريقه احترافيه سهله جدا وبسيطه وبنفس طعم وقوام الجاهز، بل احسن بكتير منه. استغلي بقى موسم الطماطم الفتره ديت حلوه جدا وسعرها حلو جدا. هنعمل مع بعض الصلصه بتاعت الطماطم وهنعمل الكاتشب بطريقه بسيطه جدا. انا عندي هنا جبت كيلو ونص من الطماطم. اهم حاجه الطماطم بتاعتك تكون حمراء، ما ينفعش تكون الطماطم لونها اصفر. فهتجيبيها بقى وهتشيلي الجزء اللي فوق كده من الطماطم، لان ده الجزء ده اللي بيبقى كله مبيدات بقى واسمده، فهنتخلص من الجزء اللي فوق ده اهم حاجه. وهنفتح بقى الطماطم كده، هتقطعيها بقى اي تقطيعه كده مش هتفرق. وبعد ما خلصت بقى كميه الطماطم كلها كده وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده في حله بقى كده، وهتنزلي بالطماطم. انا عندي هنا بقى الطماطم جامده، فهنزل عليها بحوالي ربع كوبايه كده من الميه مش اكتر، وهرفعها كده على النار. النار تكون هاديه بقى، وكل شويه كده تقلبيها علشان الطماطم ما تلزقش منك. وتنزل بقى كميه السوائل اللي فيها، تنزل الميه وهي كده كده بتستوي، بتنزل الميه اللي جواها وبتستوي فيها. ومش بتفرق بقى الطماطم مستويه او جامده، هي بتاخد بس على حسب الوقت اللي بتاخده منك على البوتاجاز. هي خدت حوالي هنا 10 دقايق لان انا الطماطم معايا كانت جامده. وبعد ما الطماطم استوت بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتحسي بقى ان هي كده دابت حلو جدا، هنرفعها كده من على النار بقى وهنسيبها تهدى شويه. لو انت بقى الخلاط بتاعك مش بيستحمل الحراره هتسيبيها كده تبرد. وهنا انا هفرمها في الكبه. اهم حاجه هتفرميها ناعم جدا وفي مصفى بقى ناعمه. وهننزل بقى بالطماطم بتاعتنا وهنصفيها كويس جدا. اهم حاجه هنتخلص من كل القشر ومن كل البذر اللي في الطماطم. انا عايزه كده الطماطم تكون صافيه، ما يكونش فيها اي قشر او اي بذر، وبتكون بالشكل ده لونها حلو قوي وقوامها تحفه ما شاء الله. هنزل بقى فيها كده بالطاسه اللي هنرفعها كده على النار، واضافات بقى كده بسيطه من قلب المطبخ هتديكي نفس طعم الكاتشب بتاع المحلات بتاع الشركات. عندي بقى هنا البهارات، معلقه كده من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر. لو انتي حباها حاميه هتحطي كده. انا حطيت هنا معلقه من الشطه، مش حباها بقى سبايسي كده مش هتحطي الشطه. واستخدمت هنا 3/4 كوبايه من السكر و3/4 كوبايه من الخل، وهندوبهم كويس جدا وهنرفعهم بقى كده على النار. اهم حاجه بقى كل شويه كده هنقلبها، مش هتاخد كده 5 دقايق. اول ما بتبدا كده في الغليان هتقلبيها بقى علشان ما تلزقش منك. هي كده قوامها ما شاء الله حلو جدا. بس عشان ناخد بقى نفس القوام بتاع الكاتشب بتاع الشركات، معلقه واحده بقى كده من النشا، وهنزل عليها بربع كوبايه من الميه، وهنقلبها بقى. اهم حاجه هتدوبي النشا كويس جدا، انا مش عايزه النشا فيه اي تكتلات. وهننزل بقى كده على الطماطم، وهننزل بقى بالتدريج كده وانتي بتقلبي. اهم حاجه تقلبي وايدك تقليب مستمر علشان ما يكتلش معاكي النشا. ما شاء الله لونها تحفه وقوامه حلو جدا. وهتسيبيه على النار كده مجرد ما يغلي والنشا تدخل كده في السوا، 5 دقايق كده بس مش اكتر. ما شاء الله على الجمال تحفه. تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشرفوني. احلى والذ كاتشب هتعملوه بجد تحفه ما شاء الله. كده بعد ما خد حوالي 10 دقايق كده على النار بيبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. بصي تحفه ما شاء الله. في برطمانات بقى عندك هتعبيها، هيغيب في التلاجة كده على رف التلاجة حوالي اسبوعين، لان هو طبعا ما فيهوش اي مواد حافظه. لو هتحفظيه في الفريزر بقى هتحطيه في الفريزر كده في اكياس، وهتطلعيه كده بالاستخدام على قد ما هتستخدميه. وانا كان عندي هنا ازازه كاتشب كده فاضيه، انا عبيتها وهستخدمها. ما شاء الله تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الكاتشب بطريقتي، لانه بجد يستاهل ان انتوا تجربوه. حلو جدا بقى في السندوتشات، طبعا ولادنا بيحبوا الكاتشب جدا، ومع المشاوي بقى حلو قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه وتكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، واستنوني فيديوهات تانية كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.